السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اذا اليوم كما راكم تشوفوا جيتكم فيديو جديده اللي هي الزيوت والروتيني بصفه عامه اللي نستعملوا لشعري. مع بزاف حطيت لكم في انستغرام على هذا زيت جوز الهند نتاياري، وقلت لكم باللي شعري طوال تقريبا واحد 20 سنتيمتر في مده 6 شهور. اذا كنت كثر انستغرام يقولوا لي قولي لنا واش كنتي ديري. اذا هذا فقط الزيت كنت حطاته هنا في شويه ما سخون باش يذوب، نحيوه خلاص داب. اذا انا بكل صراحه كنت مزيج من الزيوت، هم ديك الزيوت تاعي كامل حطيتهم هنايا، وراح نقول لكم واش كنت ندير خطوه بخطوه. اذا انا كنت نستعمل دو بان دويل، يعني نوعين من لي بان دويل، واحد نستعملو اسبوع والثاني نستعمل الاسبوع الثاني، وإذا لقيت وقت في وسط الاسبوع كنت نستعمل لو بان دويل الثاني في وسط الاسبوع. يعني كنت مش لازم تستعملوا لو بان دويل مره في الاسبوع، انا وصلت وين نستعملو 2 مرات في الاسبوع فقط، على حسب يعني على حسب البروغرام اللي عندك، على حسب وقتك. يعني مع دوكا في الشتاء شويه ما نغسلوش، ما نحبوش نغسلو بزاف شعرنا، البرد شعرنا ما يتوسخش بزاف. ولكن في الصيف يعني قلت لكم هذه من شهر جويلية اللي قطعت شعري. دايوغ راح نحط لكم الصوره شعري كيفاش كان وكيفاش ولا، يعني صوره تقريبيه راح نحوس في الانترنت على وحده الموديل اللي مقصت عليه شعري، وراح نوري لكم شعري دوكا قداش راهو. الوغ انا حتى في شعري في الباندويل نستعمل نوعين، نستعمل حاجه اللي نستعملها في لي غاسين، وحاجه نستعملها لي بوينت نتاع الشعر. اذا نبداو على بركه الله. الماسك الباندويل الاول يعني ديجا سبقني وشاركته معكم، اللي هو هذا. هنا في هذا الباطه واش راني حاطه؟ راني حاطه زيت الزيتون ودايره فيه حبيبات الثوم. وعلاش دايره البابي الومنيوم؟ باش ما يكونش عرضه للضوء. يقول لك هذا لو ماسك دو بريفيرونس تخليه في مكان مظلم وتخليه يعني مده شهر، من بعد تولي خاصة. هاوليك كيفاش جاي الداخل، هوري لكم بلا ما يسيح ما نقدرش. هاوليك نعري لصق البابي الومنيوم، هوب هوب فوالا. هاوليك زيت الزيتون عادي وراني راميه فيه. دونك هذا الماسك الاول اللي نستعملو، هذا نستعملو مباشره في لاغاسين نتاعي. كي نستعملو هو في لاغاسين تاعي، هذا استعملته الاسبوع اللي فات. اذا ما حش نستعملو هذه المره فقط، راح نوريه لكم. اذا كي نستعمل هذا في لاغاسين تاعي نحطوه في ان بتي بول هكذا، ونبدا نستعملو ابليكيه بهذه نتاع لا تانتور. من بعد اللي بقى لي واش ندير؟ نكون ذوبت لو بور دو كاريتي واحد ونزيد لها لويل دافوكا. داكوغ، دوك هادو انا نكون درت هذا ابليكيتو كامل في لاغاسين تاعي برك. من بعد نخليه واحد 5 دقائق قاس ما يدخل مليح، نحكو مليح بالاصابع تاعي، ندير ان بتي ماساج هكا ندخل مليح، ونزيد نستعمل هذا النوع من الفراشي. نخليه 5 دقائق 10 دقائق. من بعد كيما قلت لكم نزيد لو بور دو كاريتي و الويل دافوكا، زيت الافوكادو فوالا، وندير نحطهم شويه في لي بوينت وشويه في لاغاسين، بيتو شويه في لاغاسين، نعاود ندير شويه في لاغاسين، والباقي نحكو في لي بوينت تاعي. ندير موراه لو بابي سيلوفان، ندير اون بوينت هكذا اللي راهي تكون سخونه، ونقعد ندور. يعني مش لازم تباتي به ليله كومبلي، مش لازم تقعدي به 4 سوايع 5 سوايع ساعتين ساعه. انا هذه الحاجه اللي كتعجزني في لي فاندويل في الديبي، يقول لك لازم تباتي به، وانا ما كانش عندي الوقت اني نبات به، دونك كنت نعجز عليه. ولكن دوكا نقول ساعه خيرك يا ربي، معليش نديرو ساعه نديرو 2. دايوغ دوكا راهي 7 تاع العشيه اللي نفيلمي لكم، راهي 7 تاع العشيه. دوك ندير الباندويل نتاعي الدوزيام وراح نخليه بالك ندوش مع 9 9 ونص ل 10 سا ديبون، عندي حوايج نطبقهم، العشاء نوجدو، من بعد ندوش نرقد ولادي وندوش لو نورمال بلو نورمال بوسيبل. دونك فوالا، دونك هذا اللي نستعملهم
مع زيت الزيتون. اذا كما قلت لكم زيت الزيتون والثوم نحطو في لي غاسين تاعي، ومن بعد نخلط شويه زبده الشيا لو بور دو كاليتي مع زيت الافوكادو ونحطهم في لي بوان. دونك هذه نديرها اسبوع. الاسبوع الثاني واش ندير؟ راح نديرها دوكا نحكم زيت الخروع. زيت الخروع معروف باللي هايل للشعر. دروك راح نديرو قدامكم. اذا نحط كميه مليحه من زيت الخروع، هاي اللي كنحطها هكذا في لو بول. من بعد واش ندير مع زيت الخروع؟ ندير لا فيتامين او. نعم اخواتي، لا فيتامين او بزاف نسمعوا عليها بلي مليحه للجاعد، ولكن ايضا مليحه للشعر. انا هذه نستعملها مره في 15 يوم، يعني في هذا مع هذا زيت الخروع نضيف معاه زوج حبات هادو نتاع لا فيتامين او. هاملي نستعمل زوج. وراح نقول لكم حاجه خياتي، دائما استعملوا باش تقبوهم استعملوا حاجات على الخشب، ما تستعملوش حاجه حديديه. اذا انا هاني راح نقبهم هكذا قدامكم، يعني ولا اسهل ولا اسهل ولا اسهل. اوب اي فوالا، راح يسيلوا هذوك القطرات، عبزوهم مليح. اي هاي ليك الدوزيام. دونك فوالا، دوك هاد المزيج هنايا راح نزيد شويه زيت الخروع بان لي قليل. دوك هاد المزيج راح نطبقو في كامل لي بوانت تاعي. نستعمل الطريقه نتاع لا تنتور، نفرق بنا ونابليكي منا. دوك نروح نابليكيه ونوري لكم نكمل نقول لكم واش ندير في لي بوانت. الان بعد ما راني درت المزيج اللي كنت دايراتو هنايا، هو بقى والو راني كملتو. كنت دايره لا فيتامين او مع زيت الخروع، درتهم كامل في لي غاسين نتاعي. بون هاد المره ما بقاليش، ولكن دي فوا كي بقالي فقط في نفس الاناء نزيد زيت جوز الهند اللي راح نحط شويه هنا هكذا. وقبل ما نديرو كما راكم تشوفوا راني الزيوت الاخرى فرزتها، ندير في الفيديو نفرز اونتر طون. قبل ما نديرو نمشط مليح مليح شعري بهذا النوع نتاع لي بغوص، باش نمشي هذاك الزيت الاول اللي استعملته في جذور الشعر، نمشطو مليح. من بعد نعاود ندير هذا ونديرو تاني من الفوق لتحت، يعني نعاود نابليكيه وين راني دايره الزيوت، يعني مش نديرو فقط في لي بوانت تاع الشعر، لا نديرو حتى الفوق فوق زيت الخروع. يعني زيت الخروع راح نخليه يتمص واحد 5 دقائق 10 دقائق فقط. من بعد عاد ندير هذا ونكون هكذا ندير لو بابي سيلوفان تاعي، ندير حاجه باش يسخن راسي. من بعد راح نوري لكم باش نغسل شعري، ممكن انها تاني تلعب دور في انه شعري طوال. دونك انا راح نكمل الباندويل تاعي ونولي الخيط. الان بعد ما كملنا لو باندويل خليته، درك نروح ندير العشاء. ولكن قبل ما ندير العشاء ونطبق الحوايج اللي راهم يستناو فيا، ضحككم قبل بنتي كي كنت ندير في البابي سيليفون قالت لي ماما علاش راكي ديري سكوتش في راسك باش تلصقيه؟ قلت لها يا بنتي اللي يحب الشبح ما ياكل احد، كبري وتفهمي. لا علينا نغلقوا القوس. حبيت نهضر لكم على لي شامبوان اللي نستعملهم. اذا انا هذه طريقه تاع لي باندويل بكل صراحه. انا كي كنت جون في كنت ندير لي باندويل، ملي تزوجت كما قلت لكم وليت نعجز عليهم. ولكن في شهر جويليا اللي فات يعني مريت بواحد المرحله شويه صعيبه وين شعري طاح لي بزاف بزاف بزاف. من بعد علاش طاح لي باسكو كانت عندي واحد الصدمه، درت عمليه ويعني حكايه طويله، يعني كانت صدمه نفسيه على هذيك. شعري يطيح لانه شعرنا هي من الخلايا الضعيفه في الجسم تاعنا، ويتاثر بنفسيتنا. ويعني انا سبب سقوط الشعر تاعي كان يعني نفسي. لا علينا من هذاك الوقت، يعني انا بها قلت لكم من جويليا لهنا شعري اطول، لان هذاك الوقت لهنا
قلت سي بون لازم نتهلا في شعري. للعلم انا شعري الحمد لله يعني نوعيته مليحه، لذلك يعني ما كنتش دايره روتين محدد. كنت شامبوان اللي نلقاه نغسل به، كنت يعني ما كانش عندي روتين محدد بكل بساطه. مجبورة لهنا من هداك الضربة اللي طاح لي شعري بزاف، وليت نقول حبس لازم نتهلا في شعري. دوكو واش درت؟ وليت شريت هذا نتاع فيشي. هذا شريتو 145 الف هكداك. دونك هذا سي ان شامبوان انرجيزون، شامبوان كاتبين لنا شامبوان كومبليتون انتي شوت. دونك هذه سي اون كور، ماشي شامبوان اللي تستعملوه دائما comme étant une cure، يعني تخدمي به شهر حتى يخلص لك وتحبسيه. دونك هذا إلي سون بارابان، فيه 200 مليلتر، ولكن يعني في السعر تاعو شويه غالي. لقيت هذا نتاع إليس، دونك هذا كملتو مانيش نستعملو، وليت نستعمل هذا نتاع إليس ريجينيراتور انتي شوت. شريتو 75 الف وفيه 250 مليلتر، ولقيت يعني نفس النتيجه هو وفيشي. دوكو هذا هو اللي راني نستعمله. كيفاش نستعمله؟ اذا كما قلت لكم انا نستعمل دو سورت دو شامبوان. نهار ندير الثوم والزيت، ونهار ندير زيت الخروع. اذا حتى في لي شامبوان نتاعي عندي اون ميثود نستعملها. الاولى هي كي ندير لو بان دويل، نغسل الغسله الاولى بهذا فينوس تاع 3 ان 1 على كامومي. وعلاش؟ باسكو نعرفوا بلي كي يكون الزيت لازم تغسلي شويه بزاف باش تنحي هذاك الزيت. دوكو انا ما راحش نضيع شامبوان اللي يدير 75 الف ولا 150 الف باش نحي هذاك الزيت. انا هذا فينوس دايوغ، انا هذا من قبل كنت نغسل به هايل هايل وهايل بالبزاف. دونك هذا ندير به لو بروميير ولا لو دوزيام لافاج باش نحي الزيت فقط، يعني ما راحش يلغوي لي ميم با. دونك نغسل بهذا. من بعد نهار نكون دايره نتاع زيت الزيتون نغسل بهذا، ونهار نكون دايره نتاع سمولي نتاع زيت جوز الهند. نعرفوا زيت جوز الهند لو ماركيتو باللي يخلي لي شعري مزيت فوق الحد، يعني حتى ونغسل ونكمل انا عندي لي شوفو غرا غدوه من داك نلقى شعري مزيت. دوكو وليت نغسل لهذا بهذا تاع لو بوتي مارسيي. هذا الي ديستيني بور لي شوفو غرا بزاف، باسكو واش يدير؟ il purifie les racines. كي تغسلوا به تحسوا باللي شعركم ينشف الشعر. يعني هذا لو كان تغسلوه بلا ما تكونوا دايرين بان دويل تحسوا شعركم ناشف فوق الحد. انا عندي دي شوفو غرا ونحس شعري ناشف فوق الحد. دونك هذا نستعملو نهار نستعمل زيت جوز الهند، لانه لاحظتوا بلي شعري يقعد مزيت. دونك كي يكون شعري مزيت ونزيد هذا يولي شعري تري بيان. دونك هذا لو بيتي مارسيي مصنوع بلارجيل بلانش اي الوي فيرا. شريتو 27 الف واقيلا ولا نسيت 32 الف. ان توكا دو لي بوتي مارسيي تلقوهم كامل. دايوغ انا كملتو لازم نشري واحد اخر، واليوم راني دايره تاع زيت جوز الهند وما عنديش هذا. دونك راح نغسل بهذا معليش. وهذا نستعملو نهار ندير زيت الزيتون فقط مع الثوم. دونك نستعمل بور لي شامبوان. بور لي زابري شامبوان كنت نستعمل هذا لي زابري شامبوان بكل صراحه على باليش ما تلمو انا ندير لي بان دويل. لو كان ما نستعملهمش نحس شعري يقعد سوبل، يقعد مليح، يقعد بيان نوري. حسب لو بان دويل ينوري خير من لي زابري شامبوان، مي معليش دي فوا نستعملهم. الوغ كنت نستعمل هذا تاع الالترا دو اللي جاي بالعسل للشعر الضعيف والتالف خالي من البارابين. ودوكا راني نستعمل هذا. استناو راح تكمل تسجل وي. الوغ ودوكا راني نستعمل هذا لوريال ال 16 aux huiles extraordinaires. Donc تاني هذا sans parabènes etc. Et pour les cheveux normaux tendance à se dessécher parce que انا surtout les pointes تاعي عندي du genre اللي شعري من الفوق مزيت، مي لي بوينت تاعي تالمو يقعدوا ناشفين يطلعوا هكا كي لونتينات. دونك فوالا. من بعد كي ندوش ونكمل قبل ما نشف شعري بشويه نستعمل هاد الويل اكسترا اوردينير نتاع نوكس. الويل بروديجيوز هادي كونو، هادي نديوها بور فيزاج كور اي شوفو. انا نحبها بزاف بوكو بلوس بور لي شوفو. دونك هادي نستعملها كوم ايتون
واقي من الحراره. اذا نرشها رشات ونشف شعري فقط، ما نجبدوش فقط، نشفه فقط ويقعد شعري كاع الاسبوع سوايو رطب يبري. يعني الحمد لله، والاهم من هذا ما راهوش يطيح شعري، وشعري طوال، ونظن باللي يعني شعري طوال. شكرا لكامل هاد الروتين اللي نستعملو، لي شامبوان اللي نستعملهم كامل، و لي زابري شامبوان، و لي بان دويل تاعي اللي وريت لكم في بدايه الفيديو. دونك فوالا. وتاني لازم قبل ما نختم الفيديو تاني لازم نقول باللي في بدايه الامر كنت نشرب فيتامينات يعني لتقويه الجسم، وايضا كانوا الفيتامينات نعرفوا باللي عندهم واحد الدور على الشعر والبشره. دونك راح نخلي لكم فيديو هنايا، روحوا شوفوه، ونخلي لكم في صندوق الوصف، روحوا شوفوه، تشوفوا لي فيتامين تاني اللي كنت نشربهم يعني للامانه، باسكو حتى الفيتامينات ممكن يلعبوا دور في طول شعري. دونك فوالا، هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون اعجبكم. اذا كان هذاك هو الحال كيما مداري، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش كل ما ندير لكم فيديو جديد توصلكم اشعار، وعاونوني بلي لايك. تبعوني في قناتي على الانستغرام اللي راح نخليها لكم هنايا، والفيسبوك تاعي، وقولوا لي ان كومونتير نتوما الى عندكم دي زاستوس يعني، ولاحظتوا بهذوك لي زاستوس تاعكم شعركم طوال، خلوهم لنا هنايا باش نستفادوا كامل في التعليقات. وعلى هذه معنيه غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، في الناس اللي تحبوهم، وتبقاو على خير.